ايه هو البيدوفيليا او اضطراب عشق الاطفال؟ إيه اللي ممكن يوصل حد للمستوى ده من التفكير او التصرفات؟ كلنا كرهنا شخصية وسام اللي قام بدورها محمد شاهين في مسلسل لام شمسية، وصعب علينا جدا الطفل يوسف. ناس كتير خافت ازاي اقدر ان انا اتعامل مع ابني، ازاي احميه من التحرش وغيره. بس للاسف محدش خد باله ان هو ممكن يكون بيربي المتحرش في بيته، ان ممكن يكون في شويه عوامل وشويه حاجات انا بعملها من غير ما اقصد او بتقابل ابني في المجتمع اللي حواليه تخليه هو اللي يطلع عنده مرض او اضطراب زي البيدوفيليا، وانه يكون بيعشق الاطفال وبيتحرش بيهم. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الطفل بكل حاجه تخصه، ايه الاثار اللي ممكن تقابله لما او الاثار اللي تحصل في حياته لما بيواجه التحرش، ازاي اقدر احمي طفلي، ازاي اقدر ان انا ادافع عنه واتعامل لو لا قدر الله حصل له تحرش. الفيديو ده هنتكلم من وجهة نظر المتحرش، ايه اسبابه، ايه انواع التحرش او ايه الاعمار اللي هو بيتحرش بيها، وليه ممكن يطلع لنا شخص زي ده، علشان اخد بالي كويس جدا وانا بربي اطفالي. ايه هو اضطراب البيدوفيليا؟ ان الشخص او المضطرب بيكون بينجذب جدا للاطفال بشكل غير طبيعي، وان بيكون عايز يقيم علاقات معاهم. في اشكال كتيره للعلاقات اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات وممكن ننوه عنها في الفيديو ده. بس الشخص المضطرب بيكون 16 سنه او اكتر، وعاده بيتحرش او بينجذب للاطفال اللي سنهم 13 سنه او اقل. عشان اقدر اقول ان الشخص ده عنده اضطراب البيدوفيليا، ان هو فعلا مش سوي وفي حاجه مش مظبوطه، بيكون الفرق في السن ما بين المتحرش والمجني عليه على الاقل 5 سنين. لان احنا ممكن يكون في اطفال بتجرب مع بعضها حاجات فاكرين نفسهم بيلعبوا او غيره، لكن اللي بيحصل ده مش دليل على اضطراب بيدوفيليا. هم اطفال بتجرب او عندهم سلوك غير سوي او عايزين تعديل سلوك، لكن ما اقدرش احكم عليه ان هو مريض بانه بينجذب للاطفال لو فرق السن اقل من 5 سنين. عندنا نوعين من البيدوفيليا. في نوع اسمه حصري. حصري ده يعني المتحرش بينجذب فقط للاطفال، ممكن ما يميلش ان هو يتجوز، او لو اتجوز بتبقى علاقته غير سويه، لان الشخص الكبير او الشخص البالغ او مراته هو بالنسبه له مش متحمس ليها ومش بينجذب ليها، هو بينجذب للاطفال وبس. وعندي نوع تاني اسمه غير حصري. الشخص ده ما بيفرقش معاه، هيبقى طفل، هيبقى بالغ، هيبقى مراهق، هتبقى ست كبيره او راجل كبير، ما بيفرقش معاه لا الجنس ولا العمر. وهنا ممكن أقسم الاضطراب لثلاث أنواع من الضحايا أو ثلاث فئات عمرية. النوع الأول هي البيدوفيليا الحقيقية، وده الشخص اللي بينجذب للأطفال وبس. النوع الثاني هو شخص عنده هيبوفيليا، اللي هو بينجذب للأطفال من سن 11 ل 14 سنة. دول بيبقوا أكتر بالغين مش أطفال. ده اللي ظهر في المسلسل المدرسة اللي حكت إن هي عندها 12 سنة، كانت فاكرة نفسها إن هي بتحب، لكن في الحقيقة اكتشفت إن هي كانت بتواجه تحرش من شخص عنده 22 سنة. فكده توفر فيه جانبين، إن هي كانت في السن بتاع من 11 ل 14 سنة، وإن المتحرش بيها كان أكتر من 5 سنين. فده كده مش متحرش عادي، ده غالبا عنده المرض بتاع الهيبوفيليا. تالت نوع وده بيكون نادر شوية هو الإيبيفيليا، وده بينجذب أكتر للمراهقين مش للأطفال. بيبقوا المراهقين من سن 15 ل 19 سنة. وزي ما قلنا إن ممكن يكون حصري فعنده نوع واحد بس بينجذب لفئة عمرية واحدة بس، وممكن يكون غير حصري، تحسه كده راجل كبير ووقور ومحترم ومتجوز وعنده بيت وعنده أسرة زي ما حصل في المسلسل، لكن بيعاني من المرض وبيعاني من الاضطراب بيتحرش بالفئات العمرية الثلاثة أو فئة عمرية منهم، جنب إن هو عادي متجوز وحياته طبيعية ومستقر. خلينا نتكلم في المهم، وهو إيه هي أسباب الاضطراب؟ إيه اللي ممكن يخلي شخص بيتحرش بأطفال أو بينجذب لحاجة ضد الطبيعة، ضد الفطرة، ضد الإنسانية وضد الدين؟ في 3 أسباب أو 3 عوامل رئيسية ممكن تسبب الاضطراب ده. أنا عايزة أبدأ بأهمهم اللي ممكن يكون فيها كلام كتير شوية، بس أنا شايفة إن دي أكتر حاجة من وجهة نظري ممكن تحصل في حياتنا العادية، ممكن تواجه أطفالنا فيطلعوا بعد كده عندهم الاضطراب ده وبيمارسوه. حاجات أنا لازم أخد بالي منها جدا في أولادي علشان ما يطلعش عندهم المشكلة دي. أول عامل، وده ممكن نحطه كده تحت عنوان رئيسي مهم جدا، هو العوامل النفسية، وده بيندرج تحتها كذا سبب. السبب الأولاني هو علاقة الطفل بأهله. لو الطفل ده ما بيحصلوش في البيت احتواء، اهتمام، حاسس ان مفيش حد بيسمعه كفاية، وده الواضح ان حصل حاجة منه في حياة محمد شاهين وهو صغير، لان بان النهاردة في الحلقة
ال11 تقريبا وهو بيتكلم مع صفاء الطوخي او والدته ان في حاجه في حياته كانت مش مستقره، هو كان هيبدا يلومها على حاجه او اهمال حصل ووقف الكلام. فعدم الاحتواء ده والاهمال بيخلي دايما الشخص خايف يتعامل مع اهله، خايف يتعامل مع الناس البالغه او الناس اللي اكبر منه، لانه دايما حاسس بالرفض، بعدم الاهتمام، ان ما حدش حاسس بيه، ان ما حدش مقدر مشاعره. فبيبدا يتجه دايما ان يشوف الناس الاصغر منه سنا، لان هو اللي هيحس عليهم بالسيطره، هو اللي هيحس انه فارض طريقته. انا هعبر عن حبي ازاي، هعبر عن طريقتي ازاي، هفرغ الطاقه العاطفيه اللي عندي اللي اهلي ما اشبعوهاش بان هم يسمعوني ويحبوني ويطبطبوا عليا ويتكلموا معايا. كل ده انا ما لقيتوش مع اهلي، فانا هبدا امارسه بطريقه مختلفه على حد اصغر مني، هيكون تهديده اقل في انه يرفضني او ان هو يتحكم فيا او ان هو يرفض مشاعري. تاني سبب في العوامل النفسيه وهو تاثير الصدمات في الطفوله. يعني تخيل ان طفل حصل له زي اللي حصل للطفل يوسف في المسلسل، اتعرض لحادثه تحرش، والحادثه دي يا اما اهله ما عرفوش بيها، يا اما عرفوا بيها وما عرفوش يعالجوها، او عرفوا بيها وعارفين طريق العلاج بس هم ما سعوش ليه علشان لا عايزين فضايح ولا عايزين وجع قلب، وكتموا على الخبر ولموا الليله مع الطفل والحوار خلص على كده. تخيل الشخص ده او الطفل ده لما يكبر هيطلع عامل ازاي. الطفل ده لما بيكبر ممكن يتحول او غالبا بيتحول انه يكون هو المتحرش، بيكون عنده حاجه اسمها نمط تكرار الصدمه. يعني الصدمه اللي حصلت له بيبدا يقعد يكررها ويعيد ويزيد فيها، بس ممكن تكون بشكل واعي يعني وهو قاصد، او بشكل غير واعي بيلاقي نفسه بيتصرف بشكل غريب ومش عارف هو بيتصرف كده ليه. كل الموضوع ان هو عايز يكرر نفس الصدمه تاني بس هو اللي في موقف القوه، يعني بدل ما كان بيتعمل فيه هو اللي يعمل، هو اللي يفرغ طاقته، من الاخر اللي اتعمل فيه بيطلعه على الناس. ثالث سبب من الاسباب النفسيه هي العزله الاجتماعيه وصعوبه ان هو يكون عنده اصحاب. الطفل ده بيكون خجول جدا، مش قادر ان هو يكون صداقات او يكون طبيعي مع زمايله في المدرسة، مع أصحابه في النادي، مش قادر يتفاعل معاهم، دايما خايف من الرفض، فبيروح على طول للمنطقة الآمنة، بيروح للناس اللي أصغر منه في السن أو الأطفال اللي يحس إن هو حاسس براحة أكتر معاهم. ومع الوقت ممكن الراحة دي تتحول من مجرد راحة لإحساس عاطفي زي ما حصل مع وسام في المسلسل، وده لأنه من خجله وعزلته خايف أو مكسوف إن هو يتكلم مع بنات، خايف ان هو يتكلم مع اصحابه، فراح للمنطقه الامنه. بعدين لما كبر شويه كان خلاص اتعود ان هو يتعامل مع اطفال وبس او ناس اصغر منه في السن وبس، والموضوع بيبدا يكبر عنده ان هو ما بيعرفش يتعامل حتى مع زمايله في الشغل، فبالتالي صعب ان هو ياخد خطوه جواز او خطوه ارتباط، لان هو بيبقى الخجل عنده واصل لمستويات غير طبيعيه، والاهل ما خدوش بالهم من ده وما حاولوش ان هم يغيروه فيه. رابع سبب من العوامل النفسية وإن الشخص ممكن يكون عنده اضطراب شخصية تاني خالص له علاقة بتقلب المزاج. يعني هو عنده اضطراب زي الوسواس القهري أو الشخصية الحدية، حاجة ملهاش علاقة أصلا بالبيدوفيليا بس سمعت معاها، لكن سمعت معاها في مجرد أفكار، لكن الشخص ده ما بيبدأش يتصرف أو يتحرش فعلا بالأطفال ولا بيكون عنده ميول ولا انجذاب حقيقي للأطفال، مجرد أفكار بتجيلهم إنه ممكن يعمل حاجة زي كده مع طفل، لكن بعدها على طول بيحصل عنده تأنيب ضمير وبيحس ان الموضوع مش طبيعي وان ضد فطرته، وبيفضل يأنب نفسه كتير جدا انه فكر في حاجة زي كده، لكن ما بيمثلوش خطر حقيقي ان هم يتنقلوا او يبقوا عندهم اضطراب بيدوفيليا. عارفة اننا طولنا شوية في الاسباب النفسية، بس ده لان هي مهمة جدا وحاجات منها كتير الاهالي ممكن تستهتر بيها، تشوفها عادية ما تحطش في دماغها، وهي مش عارفة هي ممكن تكون بتدمر ابنها ازاي، وهتطلع شخص او بني ادم طالع للمجتمع عامل ايه، وهيأذي الناس ازاي، وهيسبب مشاكل كتير ازاي. طبعا العوامل النفسيه دي مش شرط ان هي كلها تطلع بني ادم عنده اضطراب بيدوفيليا، لكن طبيعي جدا ان ممكن تطلع اضطرابات تانية كتير. احنا كده كده اتكلمنا في جزء منها على الشانل ولسه هنتكلم تاني في اضطرابات ومشاكل بتحصل. فلما تلاقي طفل عندك في علامه من العلامات اللي احنا اتكلمنا فيها لازم تبداي كده تقفي وقفه وتشوفي ده ممكن يؤدي لايه وتدوري وراه كويس قوي. وبما اننا طولنا بما فيه الكفايه في العوامل النفسيه، فخلينا نختصر جدا في العوامل الاجتماعيه والعوامل البيولوجيه. بيولوجيه يعني العضويه، حاجه في اعضائنا هي اللي بتتحكم في ان يحصل لنا الاضطراب ده. الاسباب الاجتماعيه او البيئيه،
ان الشخص اتعرض انه اتفرج على فيلم فيه مشاهد تحرش بالاطفال، فجاله فضول او زادت عنده تخيلات ان هو عايز يجرب حاجه زي كده. او زي ما قلنا في الاسباب النفسيه، العزله الاجتماعيه، وان هو دايما مرفوض من الناس اللي حواليه، من اهله، من اصحابه، او خجل بزياده، ده برضو ممكن يكون سبب في ان يحصل له اضطراب البيدوفيليا. واخر حاجه هي الاسباب البيولوجيه، الاسباب العضويه. أول حاجة فيهم إن ممكن يكون الشخص ده عنده خلل في الدماغ، خصوصا المناطق الخاصة بالدوافع والعاطفة والميول، أو إن هو عنده خلل في الهرمونات زي التستوستيرون أو الدوبامين أو السيروتونين، أو إن الشخص ده حصل له حادثة في راسه فأثرت على حاجة اسمها الفص الجبهي. الفص الجبهي ده اللي بيكون مسؤول عن الدوافع والانفعالات واتخاذ القرار، فلما بيحصل تلف في الفص ده بيحصل عنده خلل في إن يقدر ياخد انفعالات صحيحة أو قرارات صحيحة، وبتكون دوافعه غريبة. وآخر سبب، وده نادر جدا إن هو يكون فيه سبب وراثي أو سبب جيني، لأن غالبا اضطراب البيدوفيليا ما بيكونش فيه وراثة. في النهاية خلينا ننبه على كام نقطة مهمة جدا. النقطة الأولى إن الطفل اللي ممكن يتعرض للتحرش ممكن يكون ولد أو بنت. يحترم طبعا للمسلسل ان هو بين نموذج لولد، لان للاسف معظم الاهالي بتاخد بالها جدا على بناتها، وانها تحافظ على البنت وتقفل عليها وتخاف عليها من المجتمع، وهي مش متخيله ان ممكن ده يحصل لطفلها الولد. الحاجه التانيه ان مضطرب او مريض البيتوفيليا من 90 ل 95% بيكون رجاله، بس ده مش معناه ان مفيش ستات عندها الاضطراب ده، واغلبهم بيكون عندهم من ناحيه اصلا انا بعتبره زي ابني، اصلا بخاف عليه بزياده، اصلا بحبه بزياده. نسبتهم قليله قوي، بس ده يخليني برضو اخد بالي اني مش بس اخد حذري من الرجاله اللي في العيله او الرجاله اللي حواليا زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات، لكن كمان اخد بالي جدا من الستات اللي بتتعامل في حياه ابني. فكركم ان معظم الامهات اللي كانت خايفه او الاهالي اللي خايفه ومرعوبه ان ولادها ممكن يواجهوا حاجه زي كده ومش عارفين ازاي يحموا ولادهم، احنا عملنا فيديو مفصل في كل التفاصيل، في كل الحاجات عن الموضوع ده، يا ريت ترجعوا له، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس، واشوفكم مره تانية.